Hi brother, it's me, Charles Oliveira. Happy birthday to you. Let's go. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن معشوق الجماهير وملك الجوجيتسو. حرفيا ده المقاتل اللي انت لو سالت اي حد بيشجع UFC او MMA هيقول لك ان ده الفايتر المفضل بالنسبه له او بيحبه جدا جدا، وبكل بساطه الفايتر ده هو تشارلز اوليفيرا. فالنهارده هنعرف قصه تشارلز اوليفيرا، وهنعرف ازاي هو اتحول من طفل الدكاتره قالوا له ان هو مش هيعرف يمشي اصلا زي الناس الطبيعيه، وحرفيا مش هيعرف يمشي فعلا، يعني يمشي على رجليه زي الناس الطبيعيه، لبطل في اكبر منظمه في العالم اللي هي UFC، واكتر واحد عامل اخضاعات في تاريخ UFC كلها. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه، بس كده يلا بينا. اتولد بطل قصتنا النهارده تشارلز اوليفيرا سنه 1989، حي فقير جدا جدا في البرازيل. عيلته كانت بسيطه جدا لدرجه ان كان ممكن يعدي ايام ومفيش اكل في البيت اصلا، بس زي ما تعودنا يا صديقي المشاكل لا تاتي فرادى، والمشاكل ما وقفتش هنا. اتشخص تشارلز اوليفيرا من وهو طفل بمرض الروماتيزم الحاد. مرض الروماتيزم الحاد ده يا صديقي بيسبب الام شديده جدا جدا في المفاصل، وده اللي خلاه ان هو مش قادر يمشي كويس او طبيعي زي الناس العاديه. وكمان المرض ده في حالات متقدمه اثر على القلب، وده بيبقى اخطر جزء في المرض. وطبعا الدكاتره قالوا لاهله الكلام ده ساعتها، وقالوا لهم ان هو مش هيعرف يمشي طبيعي زي الناس، وممارسه الطفل ده للرياضه كانت تقريبا شبه مستحيل. لكن اللي حصل بعد كده يا صديقي كان عكس كل التوقعات. بس صدقني يا صديقي كل مشاكل تشارلز اوليفيرا اتحلت لما استخدم كينج بار، جيل جديد هيخلي عظامك حديد. يا جماعة أنا مش جاية أعمل إعلان، أنا جاية أقول لكم على المنتج ده، كينج بار. كينج بار ده منتج ساحر، يعني أنا كنت رقبتي كانت فعلا بتؤلمني جدا، حطيت منه مرة، في التانية بدأ فعلا الوجع يتحسن جدا. الطفل تشارلز اوليفيرا مع كل الاصرار والالتزام بالعلاج ومع ممارسته للرياضه خلوه يرجع اقوى وافضل من الاول. بدا يا صديقي تشارلز اوليفيرا يتعلم جوجيتسو وهو عنده تقريبا 12 سنه، وفي فتره قليله جدا اصبح تشارلز اوليفيرا ان هو معاه بطولات محليه كتير جدا جدا، واتعرف كمان بالسرعه في خلال الانهاءات بتاعته. وكان معروف اوليفيرا برضه في البرازيل في الوقت ده بضعف جسمه ولكن ذكائه الخارق في التكتيكات. وعدى وقت قليل جدا وبدا ان هو يدخل في عالم MMA تقريبا وهو عنده 18 سنه، وبرضه كان دايما بينهي النزالات بالسمشن او الاخضاع، واسمه بدا يتعرف بسرعه جدا جدا لحد ما جت اللحظه اللي بيحلم بيها كل فايتر MMA في العالم، ان هو يمضي مع UFC. انضم سنه 2010 UFC يا صديقي، وكان اصغر فايتر يا صديقي في وزن الريشه في الوقت ده، وموهبه صاعده وواضحه جدا والجماهير فرحانه بيه. بس اكيد يا صديقي القصه ما خلصتش كده، لان الحياه مش ورديه. هو فعلا كان موهبه صغيره والجماهير فرحانه بيه اول ما دخل UFC يا صديقي، ولكن كان في شويه مشاكل كده بتواجه تشارلز اوليفيرا في الوقت ده، وهو فقدان الوزن الصعب جدا. وحصلت له صديقي خسائر مفاجاه ورا بعض كده اول ما بدا في UFC، وكان منهم ارمان تساروكيان وجيم ميلر، وده اللي خلى ناس كتيره ساعتها قالت ان هو مش فايتر اصلا ومش بطل وما يستحقش يكون في UFC. وبالفعل كان قريب جدا جدا في الفتره دي يا صديقي من ان هو يطرد من UFC. تشارلز اوليفيرا قرر ان هو يقعد قاعده مع نفسه كده ويشوف الدنيا دي، لان اي شخصيه عاديه يا صديقي كان سيطر عليه اليأس وطلع من UFC فعلا بعد فتره. ولكن انت بتتكلم عن واحد هزم المرض، فاكيد مش هيتهزم من كام خساره خسرهم في ماتشات، وغير كذا حاجه. وكان اهم الحاجات اللي غيرها ان هو قرر ان هو يطلع للوزن الخفيف، وكمان قرر ان هو يركز كل مجهوده في نقطه قوته في القتال وهي الاخضاع. وطبعا الحاجات اللي هو غيرها دي خلته يرجع بقوه وثقه كبيره جدا جدا للكيج او القفص. وبعد كده عمل سلسله انتصارات قويه جدا من بعد العوده دي، منهم اسماء كبيره جدا جدا، ومنهم جيم ميلر وميخائيل تشاندلر، وبرده كسب يا صديقي توني فيرجسون. وطبعا يا صديقي كل الانتصارات دي كانت كفايه جدا ان هو يلعب على اللقب. لعب على اللقب يا صديقي ضد مايكل تشاندلر. الجوله الاولى يا صديقي تشارلز اوليفيرا اتضرب كتير قوي بصراحه، ولكن في الجوله الثانيه عمل كومباك وفاز بالاخضاع، وبكده بقى بطل العالم. بعد كده خسر اللقب بعدها بفتره ورجع خده تاني، وفضلت تتوالى يعني الاحداث لحد ما وصلنا لحد النقطه اللي احنا فيها دلوقتي دي. بس صديقي تشارلز اوليفيرا عمل رقم قياسي ان هو معاه 17 اخضاع، وده اكبر رقم في تاريخ UFC. وصدقني دي حاجه مش سهله خالص ان انت تعمل رقم زي ده. وما تنساش يا صديقي ان انت بتتكلم عن واحد كسب كل الاسماء اللي انا هقولها دي، كسب توني فيرجسون وجاستن بورير وجاستن
جاستن كيشيه وميخائيل تشاندلر كسبوا مرتين. مش سهل خالص ان حد يعمل كل الانتصارات على الاسماء الكبيره دي. وعلى فكره هو عنده ماتش في 2026 بس مش عارف امتى بالظبط، هيبقى تشارلز اوليفيرا ضد ماكس هولوي. بجد انا متحمس جدا للماتش ده ومستني اشوف مين فيهم اللي هيكسب. ولو انت كمان متحمس يا صديقي للماتش ده وتعرف ميعاده امتى اكتب لي تحت في التعليقات. بس في نهايه الفيديو يا صديقي لازم نبقى عارفين ان تشارلز اوليفيرا هو مثال حي فعلا لواحد حارب المرض وحارب الظروف وحارب الفقر وحارب كل حاجه ووصل لحلمه واشتغل عليه. فاظن يا صديقي ان انت ما عندكش اي حجه ان انت تشتغل برضه على نفسك وتعمل الحاجه اللي انت عايزها. عمال اديك تحفيز وقصص اهو. فقبل ما نقفل ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وبس كده. سلام.